السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ أسرار. وصفتنا لهذا اليوم طاجين الزيتون بكرات الدجاج محشيين بالجبن. هذه الوصفة رائعة جدا، تقدري تحضريها في أقل من نصف ساعة ولذيذة جدا، روعة في المذاق. الوصفة هذه أسهل ما يكون، وتقدري تحضريها حتى في رمضان كوجبة ثانية، كطبق ثاني. نروحوا للمقادير الوصفة. عندنا في المقادير طل من لحم دجاج مرحي، عندنا زيتون اخضر مغلي، حبه بصله مرحيه، فرماج وشامبينيون او فطر مقلي، وعندنا كزبر وفلفل اسود وثوم غبره، وعندنا كركم وكزبر. انا حطيت في البصل في الزيت اللي قليت فيها الشامبينيون او الفطر، وضعت حبة بصلة متوسط الحجم، ونضيف ثوم غبرة، ونضيف شوية كركم، وفلفل أسود، وكزبر، ونخلي المقادير تاعنا يتقلاو على نار قليله. كما تلاحظوا انا حطيت المقادير تاعي على المقله، لاني مش راح نمرقها بكميه كبيره، ما عنديش ما عنديش فيها حاجه طيب بالطريقه هذه. ومن بعد نضيف لهم الكزبر ونخليهم يتقلاو. هنا بعد ما تقلاو لنا نجيب الماء نمرقهم. انا مرقتهم بزوج كيسان ماء. هنا نمرقهم ونحطهم على نار قليله او هادئه. هنايا نحضروا كرات الدجاج، نضيف بلحم الدجاج نضيف له كزبر، ونضيف له شويه ثوم، ومغرف بصل مرحي، شويه كزبر، وشويه فلفل اسود، وشويه ملح. حاولوا ما تكثروش الملح، بالاخص في لاصوص حاولوا تقللوا، لانه لاصوص تاعنا راح تشرب لنا. نخلطوا المقادير كلها مع بعض، ونروحوا نحضروا كرات الدجاج تاعنا. هنايا نجيب كميه من اللحم ونحط في وسطها فرماج، الكرات على حسب الحجم اللي تحبوه نتوما. هنا نشكلهم على شكل كرات ونحطهم في الفرينه، ونواصل هذا نواصل هكذا حتى نسقط الكميه اللي عندي، ونروح نقليهم على نار قليله باش يطيبوا لنا اللحم من الداخل. هنا بعد ما طاب لنا اللحم تاعنا واخترت لنا لاصوص، نحطو في اللحم في لاصوص او المرق، ونحطو الزيتون الاخضر، ونحطو الشامبينيون تاعنا ونخليهم يختاروا. هنا تعمدت حطيت لاصوص في الاخير، لاني حبيت الدجاج تاعي يتشرب المرق باش يكون طري. نخليهم على نار قليله حتى تختار. وكان هذا هو طبقنا لليوم، طاجين الزيتون بكرات الدجاج محشيين بالجبن. هذا الوصفة رائعة جدا وروعة في المذاق، نتمنى انكم تجربوها لانها وصفة تستحق التجربة. وما تنسوش الاشتراك في القناة، ونتلقاو ان شاء الله في وصفة جديدة.